مكملين معكم، تحياتنا لكم من جديد. واحنا ذكرنا لكم قبل كم يوم بانه في تواصل بيننا وبين الزميله فاطمه الظاهر بالولايات المتحده الامريكيه، وايضا كمان يعني حبينا كدور اعلامي ان شاء الله انه يكون لنا دور بابراز انجازات الاردنيين بالدول الاغتراب. ومشكوره الاخت فاطمه بالولايات المتحده عم تتعاون معنا، واكيد بشرفنا انه نتعرف على الشخصيات الاردنيه المبدعه المميزه الناجحه. واليوم راح نسمعكم مقابله مع تيك توكر اردني مقيم بالولايات المتحده المعروف بالحشم، اللي هو صاحب محتوى هادف يوجه فيه دعوه حتى يعزز روح الوطنيه والانتماء للوطن ونبذ الفتنه. هذا اللقاء بالتزامن مع الانتقادات اللي بتعرض لها الأردنيين بالأردن وأمريكا على السوشيال ميديا، وردا على الأشخاص اللي بتحاول تصطاد بالمي العكرة. خلينا نسمع هذا اللقاء مع حسين البلاونة بالولايات المتحدة. صباح الخير من أمريكا ومساء الخير من الأردن. هيثم، لقاء اليوم رح يكون مع التيك توكر الأردني المقيم بأمريكا والمعروف هنا بالحشم، صاحب المحتوى الهادف اللي بدعو فيه لتعزيز روح الوطنية ونبذ الفتنة. احنا لاحظنا بالفترة الأخيرة هيثم الانتقادات اللي بتتعرض لها الأردن والأردنيين على السوشيال ميديا من هنا وهناك بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة ودخول بعض الأشخاص على السوشيال ميديا ببث الفتنة، يعني عم بيصطادوا في المي العكرة. طبعا في أردنيين كتير عم بتصدوا له هالموضوع بفيديوهات هادفة بتعزز روح الوطنية بين الشعب الأردني الواحد وغيره من العرب، مثل حسين البلاونة اللي رح يحكي لنا هلأ عن هالموضوع أكتر بهاللقاء، وعن الأردنيين بأمريكا شو بتواجههم تحديات ونصائح ممكن تفيدهم. خلينا نسمع حسين. مساء الخير أستاذ هيثم الوكيل وأختنا فاطمة الظاهر، وأيضا القائمين على راديو نشامة FM. بالبداية أعرفكم عن نفسي، أنا حسين البلاونة الملقب بالحشم على مواقع التواصل الاجتماعي، أردني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك. بالحقيقة يعني أستغل منصتكم الكريمة وأحيي جميع المستمعين عبر قناتكم نشامة FM. تحياتي إلى كل أردني وأردنية نشمي ونشمية الآن عم بيسمعني من خلال هذه القناة الطيبة. وأيضا أقدم تحية فخر واعتزاز لأبناؤنا منتسبي الجيش العربي، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حفظهم الله وأدامهم سدا منيعا لحماية أمن الأردن والأردنيين. بالحقيقة أنا دائما أتكلم على المواقع التواصل الاجتماعي عن الوحدة الوطنية. أيضا المفهوم يعني الوحدة الوطنية تعتبر الوحدة الوطنية ركيزة مهمة من ركائز مقومات الوطن، وأساسا من أسس تطوره وتقدمه، وهو نتيجة هذا تلاحم الشعب الأردني مع القيادة. الوحدة الوطنية مطلوبة، والوحدة الوطنية يجب علينا جميعا كأردنيين اليوم أن نتكاتف يدا بيد للحفاظ على وحدتنا الوطنية الأردنية. والجميع يعلم بأن الأردن الآن يعني يمر بتحديات صعبة، فهذه دائما رسالتي للأردنيين أن نكون يدا بيد للحفاظ على وطننا والحفاظ على أمن الوطن. وبالتحديد أحب أركز على نقطة مهمة، أنه دائما نكون نحن كأردنيين داعمين إلى الوطن وإلى قيادة الوطن وإلى أي موقف يتخذ من القيادة الأردنية. وأيضا أن لا نلتفت إلى الأبواق الخارجية المأجورة اللي الآن قاعد بتهاجم وطننا عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة يعني غير مبررة. فرسالتي الأخيرة بهذا الموضوع أنه اليوم إحنا كأردنيين لازم نكون في عنا وحدة وطنية للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، لأنه الأردن غالي ويفدى بالأرواح.
النقطة الثانية بخصوص الأردنيين، الشاب الأردني اللي حاب يجي على أمريكا، أنا بحب أنصحه نصيحة إحنا ما لقيناها لما جينا وللأمانة. اليوم الشاب اللي حاب يجي على الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بنصحه بداية إنه يتعلم مهنة الهاند جاب، الأعمال، المهن هنا بأمريكا مطلوبة ويوجد فيها كثير نقص بسوق العمل الأمريكي. فإذا أنت اليوم كنت تملك هاي المهنة، فالسوق داخل سوق العمل داخل أمريكا مجاله مفتوح، والله يوفق الجميع. والرسالة الثانية إنه دائما يعني من ما تفوت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لازم بيكون عندك هدف. أنت اليوم ليش جاي؟ ولازم توصل لهدفك. وأنا دائما يعني باخذ تجربتي أنا الشخصية للأمانة نجاح. أنا يعني من الناس اللي ذكرت سابقا لما جيت أمريكا ما حدا نصحني ولا حدا ساعدني، يعني إلا من رحم ربي. أنا يعني بداية عملي كان في شركة أمريكية، بلشت العمل فيها كموظف سكيورتي، وبفضل الله يعني بعد المثابرة وبعد العزيمة أنا الآن الحمد لله مانجر ومسؤول عن تقريبا عن 60 موظف داخل هذه الشركة. هذا كله بالعزيمة والإصرار والابتعاد عن السلبيين اللي بالمحيط اللي حواليك. يعني دائما لا تنظر لأي سلبي بيكون حواليك، خلك إيجابي وتفائل بالخير. رسالة أخيرة إلى الأردنيين اللي موجودين في أمريكا، يعني لهم فترة. هذه رسالتي لكم. إذا أنت اليوم شفت أردني جديد جاي على هالبلد، أرجوك إنك لا تستغني عنه ولا تتخلى عنه. هذا أردني، وإحنا الأردنيين دائما تعودنا إنه إحنا نكون فزعة للغريب، فما بالك لما يكون أردني. خلينا نحط إيدنا بإيد حتى بالغربة، وإن شاء الله يعني نساعد بعض. وبالمناسبة يعني حتى أنا أعتبر إنه أنا قصة نجاح مش مكتملة للأمانة، لأنه أنا ما زلت أطمح وراح أطمح بيوم من الأيام إن يكون نفس الشركة اللي أنا الآن فيها مانجر أكون أنا الأونر. بالنهاية حفظ الله الأردن والأردنيين، وحفظ الله أبناؤنا منتسبي القوات المسلحة والجيش العربي، الذي أنا أفتخر وأعتز بأنني كنت أحد أبناء هذه المؤسسة العريقة الرائعة. شكرا أخي هيثم الوكيل، وشكرا أخت فاطمة الظاهر، وشكرا على كل القائمين على راديو نشامة FM. دمتم بود، وعاش الأردن، وحفظ الله الأردن شعبا وأمنا وجيش وشجر وحجر. شكرا، السلام عليكم. شكرا للحشم حسين. فعلا هيثم الأردنيين هون عم بيحاولوا قدر الإمكان التصدي لكل الانتقادات اللي بيتعرضوا لها غيرة منهم على بلدهم. وأكبر انتقاد يطال الأردنيين هون إنه اللي بحب بلده بحب وطنه ما بيطلع منه. تركتوا بلدكم وسافرتوا وكأنه الأردني ممنوع يشوف رزقه مثله مثل غيره. هون عم بتحس إنه الأردنيين عن جد إيد واحدة زي كأنهم ببلدهم وأكتر. هيثم، نلتقيكم المرة القادمة إن شاء الله. دمتم بأمان الله.